إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. أهلا بكم في قناة مدينة سبور. سمحت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للاعب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة الذي كان سيشارك في بطولة للاعبين المحليين بالجزائر بمغادرة مركب محمد السادس لكرة القدم، وطلبت منهم ألا يغلقوا هواتفهم تحسبا لأي طارئ. وحسب جريدة المنتخب، فإن الجامعة لا يمكن أن ترهن فريقا وطنيا بمركب محمد السادس بعد أن تماطلت اللجنة المنظمة لبطولة الشان بالجزائر من الرد على شرط الجامعة بالسماح لطائرة الخطوط الملكية المغربية بنقل الفريق الوطني مباشرة من مطار الرباط في رحلة مباشرة. وبخصوص إعلان القرارات في حق المتورطين في قضية تذاكر المونديال، وقد أجلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إعلانها عن أسماء المتورطين في قضية كأس العالم قطر 2022 والقرارات والعقوبات الصادرة في حقهم إلى موعد لاحق. وقررت الجامعة انتظار انتهاء التحقيقات التي تقوم بها الفرقة الوطنية إلى جانب اللجنة التي شكلها الجهاز الوصي لمتابعة قضية التلاعب في التذاكر خلال مونديال قطر قبل الإعلان عن النتائج وأسماء المتورطين. ويعود قرار الجامعة إلى تأخر انتهاء التحقيقات بسبب العدد الكبير من الأطراف المتداخلة في القضية ممن تم الاستماع لهم من طرف الفرقة الوطنية، بمن فيهم أعضاء وموظفون جامعيون وصحفيون.